فيديو اليوم تقريبا كلفني بحدود ال 650,000. المكان كل ما باكل من عنده بيغوب قلبي. اليوم اخذ سعر هي السندويشه 115,000، اخر شيء عم تعطيني اياها بهي الجوده. بسم الله نبدا سعاده جديده. حبايب القلب، يسعد لي اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم منين ما كنتوا عم تتابعونا من اي مكان. بدايه خلونا نكسب الصلاه على سيدنا محمد النبي المصطفى العدنان. معكم اخوكم جمال عجلوني. بفيديو اليوم رح نجرب من ارخص الى اغلى برجر موجوده بالشام. حتبلش الاسعار معنا من 15,000 لحتى نوصل لل 185,000. ما بدي اطول عليكم اكثر بالمقدمه، خلينا سوا نبلش. فيديو اليوم رح يكون مليان فضول. رح نشوف سوا هل ممكن انه الرخيص يتفوق على الغالي، ولا مقولة انه الغالي سعره معه هي الصحيحة. اليوم معنا 6 سندويشات مختلفة من مطاعم مختلفة، اسعارهم جدا مختلفة، رح تنصدموا فيها مثل انا بالبداية ما انصدمت فيها. رح نبلش فيهم من الرخيص ورح نطلع فيهم تدريجيا لحتى نوصل للغالي. بالعادة ما رح نذكر اسم المطعم الا يلي رح يكون تقييمه معنا اعلى من 8 من 10، وهذا الشيء مشان ما نسبب حساسية بين المطاعم او مشان ما نكون عم نقطع برزق حدا لا سمح الله. فيديو اليوم تقريبا كلفني بحدود ال 650,000، يعني انا بهذا الفيديو اكل خروف طالع من راسي الحمد لله رب العالمين. رح نبلش بالبرجر الاولى يلي معنا اليوم، يلي سعرها بس 15,000. مناسبة انا هي جبتها من محل برجر عامل عرض. العرض هو انه الاثنين برجر حقهم 30,000. انا بالبداية حاولت اني اخذ وحدة بس حسب لي اياها 25,000، لهيك قلت لحالي بستغل العرض وباخذ تنتين ما في اي مشكلة. مكونات البرجر مثل مبينة معنا هون، انه في مايونيز، في خس، وفي لحمة البرجر يلي على ما اعتقد هي برجر دجاج، وفي بندورة، وخبزة البرجر تبعها. مبدئيا السندويشة حجمها كبير، يعني هي ممكن انك تاكلها وتشبع فيها. اذا انت كنت اكيل مثل مني بدك 1.5 او 2 لحتى تشبع فيها. خلينا نقسمها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا الخبزة مبينة انه نوعيتها ظريفة، عم تنقسم معنا دغري. بسم الله الرحمن الرحيم. انا من السعر توقعت اني بدي اكل برجر نوعيتها خفيفة، لا طيبة جدا. حتى لحمة البرجر لحالها مبينة انه ثقيلة، نكهتها طيبة، خبزة ظريفة. المكونات اللي موجودة معها بسيطة طيبة. ما فينا نصنفها كبرجر احترافية، يعني برجر متوسطة الجودة، ولكن كبرجر بهذا السعر فهي بتفوز. يعني والله طيبة طيبة ما في عليها أي ملاحظات. شكرا كثير لصاحب هذا المطعم على هذا العرض الحلو. يمكن العالم يلي وضعهم متوسط أو دون المتوسط يحسنوا إنه يشتروا من عنده. سعر مناسب 15,000 بهيك جودة كثير طيبة. هي السندويشة كتقييم تاخذ معي 8 من 10. اسم هذا المطعم امبريو، موقع بالصناعة. والمناسبة هذا المطعم كل فترة بيعمل عروض كثير حلوة على البرجر، على الشاورما، على السندويش الغربية اللي عنده. دائما بشوف على صفحته عروض كثير حلوة. خلينا هلا ننتقل على السندويشة يلي بعدها. لو وصلنا بالسندويشة الثانية اللي معنا اليوم، رح نبلش شوي نسمع بالارقام العالية. هي السندويشة اسمها برجر ديناميت، سعرها 55,000 بدون اجار توصيل. مع اجار توصيل رجعت علي بحوالي 77,000. مكونات السندويشة جاية عبارة عن لحم البرجر، كمان مضاف عليها صوص الديناميت وصوص الكوكتيل، وكمان في مايونيز وهالبينو، وفي حلقات البصل، وكمان في شوية خس. نقسمها هلا هيك. أول شيء بسم الله نبدأ سعادة جديدة. حلقات البصل يلي معها جدا طيبة، بس تستنى لأكلهم مع السندويشة. سحبتهم من قلب السندويشة وأكلتهم لحال. صوص الديناميت يلي معها جدا جدا طيب، في لدعة حد جدا طيبة، عاطية للسندويشة طعم أسطوري جدا جدا. سندويشة جدا طيبة. الخبزة بحد ذاتها نوعيتها ثقيلة. لحمة البرجر اللي موجودة كتير طيبة. المكونات اللي معها جدا طيبين. كتقييم السندويشة بتاخذ معنا 9 من 10. هي السندويشة جبتها من مطعم اسمه فاير مان، مطعم مختص بالبرجر، دائما بيقدم برجر نوعيتها ثقيلة وطيبة ما شاء الله، دائما معجوق وفيه له كتير فلور بالشام. ننتقل على السندويشة اللي بعدها. السندويشة الثالثة اللي معنا اليوم كمان من مطعم كتير مشهور بالبرجر، مطعم فيه له كتير فلور بالشام. سعر هاي السندويشة بدون اجار توصيل 77,000، مع اجار توصيل 96,000. مكونات السندويشة جاية عبارة عن قرص برجر وضاف عليها الجبنة، كمان في معنا فطر، وفي مثل صلصة، وفي كمان خس. نقسمها هلا هيك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان كل ما باكل من عنده بيغوب قلبي. هذا المكان بيخليك تغير مفهومك للبرجر، بيخليك تعشق البرجر، بيخليك تصير عندك السندويشة المفضلة هي برجر. عدا عن المكونات اللي مضافة عليها، وعدا عن كل شيء موجود، وعدا عن الخبزة الظريفة، لحمة البرجر هي اللي أخذت الطعمة الكبيرة بهي السندويشة. البرجر محضرة بطريقة الشوي، طعم الفحم فيها واضح جدا، فيها ملح وفلفل فقط، أعطيتنا طعمة جدا جدا أسطورية. يعني بهي السندويشة مستمتع أكثر شيء بنكهة البرجر، طعمتها جدا أسطورية. كتقييم بتاخذ معنا العلامة التامة. اسم هذا المطعم رود هاوس،
مطعم الرود هاوس الغني عن التعريف دائما بيقدم اكل كتير طيب، ما شاء الله العالم عنده دائما معجوقه، وفي له كتير فروع بالشام. هلا هي السندويشه فيني اقول عنها انه فعلا بتستاهل السعر يلي اندفع عليها. خلينا ننتقل على الوجبه اللي بعدها. بلشنا نوصل للاسعار العاليه اللي معنا اليوم، الاسعار يلي نحن ما لنا متعودين عليها، الاسعار يلي ما لنا مجربينها. سعر هي السندويشه 115,000، هذا السعر بدون اجار توصيل. مع اجار توصيل 141,000. يعني تخيل يكون انا مثلا رايح انا وعيلتي، نكون من 5 اشخاص او 6 اشخاص، يطلبوا كل واحد واحده من هي، طبعا ما رح تشبعهم. يعني هي حجمها صغير، يعني تخيل انت انه هي حجمها صغير، حجمها اصغر من السندويشه اللي سعرها 15,000. اللي مو ظابطه، حاسه مو راكبه مع بعض، حاسس السعر شوي هيك بعيد. مكونات هي السندويشه جايه عباره عن قطعتين لحم برجر، مضاف عليها المايونيز ومضاف عليها الشيدر. هلا الشيء الحلو بهي السندويشه انه مقسومه وكل طرف محمصينه لحال. ممكن تكون تستاهل هذا السعر او لا، خلينا ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. مثل البرجر مالها موجوده، الخبزه نوعيتها متوسطه، المكونات اللي معها ما حسيت بشيء مضاف عليها شيء مميز. يعني جبنه الشيدر اللي موجوده كتير كميتها قليله. انت اليوم اخذ سعر هي السندويشه 115,000، اخر شيء عم تعطيني اياها بهي الجوده. دافع هذا السعر، مستني شيء كنت اطيب من هيك، كنت مستني شيء هيك طيب. ما في شيء طيب احكي عنه. خلينا ننتقل على الوجبه الاخيره يلي معنا اليوم. هلا وصلنا للوجبه الاخيره يلي معنا اليوم، يلي سعرها ابدا ما له منطقي. الأمانة باكج السندويشة جاي جدا مرتب وحلو، جاي معها بطاطا، جاي معها نوعين صوص على ما أعتقد، هون كاتشب ويمكن هذا خردل ما لسه ما دقته، جاي معها علبة المخلل. هلا رح ننصدم نحن اثنين سوا. سعر هي السندويشة 150,000. أنا بالبداية لما قريت الرقم سعر هي السندويشة كنت مفكر حالي مخربط، بعد ما تأكدت من هذا السعر تمنيت لو أنا مخربط. دول ال 150,000 أنا باخذ فيهم فروج كبير بفوت فيه على البيت بياكلوا فيه شخصين او ثلاثه، كمان سعرها 150,000 بدون اجار توصيل. مع اجار توصيل دفعت 185,000. ما بعرف ليش 35,000 زياده عن سعرها، كان حسبوا الضريبه علي وحسبوا الاجور وحسبوا مدري شو، والله ما بعرف شو حسبوا علي. يمكن خسارتهم هذيك السنه كمان حسبوها علي. مكونات هي السندويشه جدا بسيطه، جايه عباره عن قطعه برجر مع جبنه، يمكن كانه في نوعين جبنه، وكمان جاي عليها مثل الخس والبندوره. فينا هلا نقسم قطعه الذهب هي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بعرف الواحد شو بده يحكي. البرجر بحد ذاتها الطعمه فيها صفر، مكونات اللي معها جدا عاديه، والله العظيم هذا اللي عم يصير حرام. السندويشه انا حرفيا ما فيني قيمها اكثر من 3 من 10. فيها طعمه طيبه، يعني انا دافع 185,000 اخر شيء مشان اكل بهيك جوده. تجاربنا اليوم بشكل عام كانت فيها الشيء الحلو والشيء السيء. كنت مستني من البرجر الغالي طعم اطيب من هيك او احسن من هيك بكتير. للاسف البرجر الغاليه كانت جدا سيئه، طعمه كانت صفر. برجر الفئه المتوسطه كانت احسن منها بكتير، والبرجر الرخيصه كانت ما لها سيئه ابدا. يعني مقوله الغالي سعره معه بفيديو اليوم ابدا ما كانت ظابطه معنا. هذا الفيديو اذا عمل تفاعل جيد وتعليقات حلوه مثلكم رح نعمل منه اجزاء كثيره على نفس هذا النمط. يعني مثلا ممكن انه نجرب اغلى وارخص سندويشه شاورما او بيتزا او حتى بروستيت. لهيك ضروري هذا الفيديو تفجروه بزر اللايك، خلونا نوصل بهذا الفيديو لاكثر من 1000 لايك. ولا تنسوا كمان الاشتراك بالقناه، ولا تنسونا كمان بالتعليق الحلو. وبالنهايه بتمنى اني اكون ما اطلت عليكم بالفيديو. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات وين كانت اطيب برجر اكلتوها بالشام، وهلا صار فيني لكم سلام.